تعال اقول لك ايه اهميه دمك وغمر التربه بعد ما تخلص عمليه الحفر. التربه بتاعتك في وضعها الطبيعي بيكون فيها فراغات هوائيه، وعشان تبني عليها من غير ما تعمل دمك للتربه كويس ده هيأثر على المنشأ بعدين. تخيل معايا المبنى بتاعك طلع هيكل خرسانه وحملته طوب واسمنت ورخام وسيراميك وشطبته والدنيا تمام، هل تتوقع ان وزنه على التربه هيكون خفيف؟ بالعكس، حاجه بالعقل كده هيكون تقيل جدا طبعا. ولو في اي وقت بقى جه شويه مطر او تسريب ميه جه وصل للتربه اللي انت باني عليها، طبيعي الفراغات الهوائيه دي هتبدا تندثر بصوره عشوائيه، وهيحصل هبوط في المبنى من جنب على حساب جنب تاني، فهتلاقي المبنى كله بدا يظهر فيه شروخ واوقات جدا بيكون مهدد للانهيار. طيب ليه يا ابن الحلال تعمل في نفسك كده؟ ما انت خلصت وحفرت، اغمر الارض بالميه قبل ما تبني وهاتها الراس رايح جاي رايح جاي لغايه ما يتاكد ان حصل دمك للتربه بنسبه 95%، كده انت في الامان. والمشكله دي حصلت معانا في مبنى اشتغلنا فيه العميل وكان مخلص خرسانات، والاساسات بتاعته عاملها على عمق قليل جدا وسايب بينه وبين جاره مسافه ما تزيدش عن 50 سم. جت الدنيا مطرت والجيب الفاضي اتملى ميه، والميه اللي اتملت دي سربت لتحت القواعد، بدا المبنى يميل في الاتجاه الاتقل لغايه ما وصل لميول نسبته 7 سم واستقر الحمد لله. وساعتها كان فاتح بيته القديم على الجديد وعالجنا الفاصل ووزننا المبنى من فوق بخزانات ميه في الاتجاه الاخف. شفت بقى ان غمر الارض بالميه ودكها بعد ما تخلص حفر مهم ازاي؟ انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.